الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الراسيات للإنتاج الإعلامي تقدم المحاضرة الثامنة، والتي هي بعنوان خطورة العين على الفرد والمجتمع، لفضيلة الشيخ حامد آدم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. وقبل أن نبدأ المحاضرة إن شاء الله، الناس ما تنسى التبرعات إن شاء الله، ما تنسى التبرعات إن شاء الله. موضوع المحاضرة بتاعت اليوم في شيئين إن شاء الله. أولا، علامات السحرة، نعرف علامات الساحر حتى نتجنبه. وفي الآونة الأخيرة يعني باسم الرقية الشرعية كتروا، بيقوا كتار جدا باسم الرقية الشرعية. ما من محل إلا وتلقى فيه رقية شرعية وهي لساحر أو دجال. فكيف أن احنا نقدر نعرف الرقية الشرعية من هؤلاء المجرمون باسم الدين زملائنا سابقا؟ فأول علامة من علامات الساحر، وده يعني قليل بيعمل الشغلة دي، أول ما تجيه بيذكرك باسمك، بيسميك مرحبا يا فلان. زي ما عندنا في بحري، في منطقة من مناطق بحري اللي هي منطقة مدوم، هناك في ساحر وساحرة، امرأة تدعي أنها تتكلم مع الله مباشرة، واحدة. اثنين، ساحر برضو يدعي أنه يتكلم مع الله مباشرة، والناس تعتقد أن هؤلاء صالحون، والناس تزورهم من مكانات بعيدة. ديل الشيء اللي بيعملوه، أول ما تجيه من أي بلد سلم عليك وبيذكرك باسمك، مرحبا يا فلان، الليلة اللي جابك لنا شنو؟ دي بادرك بيها، مرحبا يا فلان، الليلة اللي جابك لنا شنو؟ وعارفين السبب اللي جابك لنا، انت جاي من البلد الفلانية وجاي من أجل الشيء الفلاني. دي ساحر، سواء كان رجل أو امرأة. أي زول مشيت له ما بعرفك ولا بتعرفه، ذكر الكلام ده، تأكد أنه ساحر. اللي بيفتح الكتاب بقول لك، في كثير من الناس يترددوا بيقول للشيخ والله جيتك تفتح لي الكتاب. الرجل الذي يفتح الكتاب أو المرأة ده ساحر. السحر ده الأصل، وديل الفروع. في أصل الشجرة وفي الفروع بتاعين. اللي بنذكرهم دول كلهم فروع للسحر. اللي بيفتح الكتاب والبرمل والبقرأ الفنجال وقارئ الكف والمنجمون وبتاعين السبحة، بيقوم تقول له أيوة أنا جيتك الغرض الفلاني، بيقوم بيطبق لك السبحة كده ويقول لك شيل لك واحدة منها، بيشيلها، بيعد العدد تاني، بيقوم بيطبق السبحة بيديك ليها. ده ساحر.
ده ساحر، دول كلهم سحرة، ودول فروع للسحر الكبير وغيره من الأشياء. الناس بيمشوا من الأشياء اللي بيعرفوها الناس، بيمشوا لبعض الناس. واحد أول ما تجي من غير ما يسألك ولا تسأل ولا بتاع بيقول لك خد كراعك دي هنا في رملة، بيقول لك خد كراعك، ده أكد ده ساحر. اللي بيسألك من اسم أمك اتأكد أنه ساحر. دول كلهم سحرة أو فروع للسحر وغيرهم من الأشياء الناس عارفينها، في جزء منها قد يكون نسيناه إن شاء الله، لكن دي علامات السحرة. وننتقل للموضوع الثاني اللي هو موضوع العين. موضوع العين وخطورة العين عليك وعلى أسرتك. العين حق، ونحن في السودان هنا بنعتبر أنه الزول العاين ده بنقول له ساحر، فلان ده ساحرني. يختلف العين من السحر. السحر فعل فاعل، يعني إنسان مشى عدو، مشى للشيخ من هؤلاء اللي بنذكرهم، شيخنا فلان، أبونا فلان، مولانا فلان، الخليفة فلان، والمسميات اللي بنسميها بتمشي بتلقى الناس ديل كلهم سحرة. الناس اللي بيسموهم بالتسميات ديل كلهم سحرة، الله أعلم إلا من رحم الله، لكن كثير منهم اللي بيمشوا لهم الناس بيمشوا لهم ده كلهم سحرة. أمشي لأي شيخ معروف الخليفة فلان ولا أبونا فلان ولا مولانا فلان، أمشي له بغرض معين، شوفوا بيتعامل معك بيعطوا أسلوب، بيسألك من اسمك، طيب اسمك ذاته بيسألك داير منه شنو؟ اسم أمك، شوف بيسألك من اسمك، اسم أمك. أحكي له القضية دي براكن، شوف بيعمل لك شنو؟ بيكتب لك بخرة، بيكتب لك محاية بيديك لها، بيعمل لك شنو؟ ولا الفاتحة. حتى اللي بيسوي كده شفت الفاتحة دي السحرة، ما فيش فاتحة كده. امشي ادوه بخرة، ده واحد ابونا كبير قدر الليله وباكر وبعد باكر، تمشي له باي قضيه من القضايا يرفع عليك يدين وكده، حتى كده بيعمل عليك كده، ادوه بخرات. ده ابو ناس كلهم بيسموهم ابونا فلان، ده ساحر، ده اكبر ساحر، ده زميلنا. انتم ما جايبين خبر ساكت، اسال مجرب ولا تسال طبيب، والله الذي لا اله الا هو اكبر مجرم في البلد دي. هو يجلوه من السعوديه، يجلوه من وين، يجلوه من وين، يجلوه ابونا فلان وكلام فارغ، والله ساحر. اللي بيعملوا في وراء الكواليس ما الله به عليم، دجل وشعوذة باسم الدين، والناس بعدهم عن دينهم وعن معرفة حقيقة دينهم، طوال يرجعوا له ماشي لأبونا فلان الدائرة تتزوج والدائرة بتاعه والدائرة الكلام الفارغ. وفي كمان في بعض من الناس واحد مرضه يغلبه بيقول لك والله يا أخي أنا فتشت الرقية الشرعية وغير ما لقيت، وقالوا السحر ده ما فكه إلا الساحر الذي عمله، أو سحر يفكوه بالسحر. بالنسبة للناس اللي بيأيدوا مشكلة فك السحر بالسحر، زمان كان يمكننا شغالين الشغل ده عشان نفك لك السحر بالسحر، بنعمل الآتي، ده جزء عشان اللي بيأيد بيقول المضطر بيركب الصعب والضرورات بيحمل المحظورات، الكلام اللي بيقوله ده. النوع ده من الناس بنقول لك الآتي، زمان يوم كان دارين نفك السحر، يعني السحر وخاصة سحر المرأة، أحيانا في نساء بيكون عقيمات عقم ما بلدن، فبيجوا بنقول لهم المرأة دي مسحورة، بنقول لك المرأة دي مسحورة، وده فيها سحر خبيث جدا جدا، وده السحر اللي يفك بالسحر، بنقول لك خليها وامشي. احنا لقينا المعلومات دي من وين؟ اول ما انت جيت احنا بنستخدم الشفرات مع الجن، بنعلم ان هذه المرأة مثلا عقيمة من جانبك انت، هي ما عقيمة انت، يعني عندك نقص في الحيوانات المنوية، مش عارف عندك كذا، دي بنفك مشكلتها نحن، مشكلتها وزوجتك بنفكها عليك نحن، لانك انت ما بتخصب، بنخصبها لك نحن. بنقول لك شنو؟ بنقول لك دي فيها سحر، والسحر ده كبير جدا ومصيبة، والسحر من النوع الذي لا يفك الا بسحر. بعد ما نقنعك بالكلام السمع ده وغيره من الكلام عشان تقتنع، بتخليها، بنقول لك خليها وامشي، خليها معانا يومين ثلاثة وامشي. بنعمل لها شنو؟ بعد ما مشيت بنقول للمرة طبعا ضعيفة، بنقول لها انت فيك سحر، والسحر ده من النوع النجس، والنجاسة لازم يفكوها بنجاسة، النجس لازم يستعملوه النجس. تعرفون المسألة دي مستدرجة لشنو؟ ايوه، بنقنعها بالحتة دي، وهي لجاهك لسلطتك لقرابتك لحبها فيك، اي كلام ينقوله بتنفذه. بنقول لها السحر ده نجس، والنجاسة لازم تفك بنجاسة. بنقوموا بنعمل شغلة معينة
وبنكتب في رأس الذكر، في رأس الذكر كتابة ورسومات، وبنقول لها اليوم الفلاني انت كويسة؟ قال انا كويسة. يعني كويسة، لو ما فهمتها بنفهمها، يعني انت نظيفة من الحياط وبتاع، تحيض بتين الفترة الفلانية، بتنظف بتين بالفترة الفلانية. انتوا عارفين انه اي امرأة ما بتمسك يعني ما بتحمل الا من اليوم الخامس والسادس من غسلها من الحيض. يعني اول يوم ثاني يوم اصل مرة ما بتحمل في الايام من 5 يوم وانت ماشي. اي امرأة دي خبرة عارفينها من زمان، كانوا شغالين مع الجنون. فبنعرف انه المرأة دي مثلا بتحيض الليل وبتنتهي الحيض اليوم الفلاني، ويعني بعد 3-5 يوم بنقول لها تعالي في اليوم الخامس من الغسل او اليوم السادس او اليوم السابع، لانه الجماعة خبروني في الايام دي انه ان شاء الله في استحيل ينفك الخدام ولا الجماعة. بنقوم بنكتب في راس الذكر كتابة معينة، واحيانا تكتب البسملة ذاتها. شوفوا الشغلة دي، البسملة بتكتبها في راس ذكرك، وبتكتب طلاسم ثانية، وبتجي جاهزة وبتقول لها النجاسة لازم تحل في نجاسة، وبتشتغل الشغلانية بكل صراحة. شوفوا الشغلة دي، دول بيشتغلوا ياتون ناس ابونا فلان، والجماعة اللي بدوا الولد بوقية ذهب والبيت بنص وقية، ولا الولد بوقيتين ذهب، ده شغلهم. ده إذا كان القصر منك أنت. أما إذا كان العقب منها هي، بنسأل قرينة. عندنا شفرات بنخش للجن وبنسأل قرينة، المرأة دي مالها معادية الشيطان، لأنه في نوع من الشياطين بيسكن في الرحم، معادة لهذه المرأة، معادة لهذه المرأة. يعني هي قد تكون آذتهم، قد يكون عاشقة واحد من الجن، ما دايرة تلت من الراجل ده، حتى أنه بعد فترة يطلقها برضو جايز. نوع من الجنون بيسكنوا في داخل الرحم. ده مهمته شنو؟ بيعمل ركض. يعني شنو؟ كل ما المرأة تيجي تحمل بعد 2 3 4 وبدأ الجنين يلتصق برحم الأم، فهو عنده خبرة، بيقوم بيفصل الغذاء الجاي من رحم الأم للجنى، بيقوم بيفصل الغذاء الجاي. بعد 2 3 مرة بتجحط، بعد شهر 2 3 المرة بتجحط، أصلا ما بتحمل. ده عارفينه، بنعرفه بواسطة القرين. مثلا دي فيها بقول لك فيها شيطان أحمر ولا الجن أحمر، لا دي خبرة بنستخدمها مع علم الجن وبخبرونا الكلام ده. ده داير له شغلة، ده عشان يخلي المرأة دي تحمل وما يقطع السلوك الرفيعة دي أو الخيوط اللي بتغذي الجنى لينمو ويكون جنى تام. داير له خدمة معينة، بنقول لها تمشي، أو نقول لك أنت تمشي تجيب لنا بهيمة فلاني والشيء فلاني. مسألة بتاع التقربات على للجن والشياطين بالذبائح والنذر. فبنذبح، ووريناكم قبل كده كيف بنذبح. بتجيب بهيمة بمواصفات معينة، انت بتمشي تفتشها، ولا هي مشت فتشتها جابتها ذبحناها وشلنا الدم المسفوع ده وكتبنا به كتابات معينة خدمة. وده طلب الجن الذي يركض في رحم المرأة، بننفذ له كل شيء هو دايره. بعد بخليها، وبدل انت تخاصبها بنخصبها لك احنا بكل صراحه، بنخصبها لك احنا وبنديك لها. بعدك انت بتمشي تقول لها هنا. حتى كمان في ناس يقول لك ده والله ده ود الشيوخ. انا لقيت شافعي صغير بيلعب في نص الشارع وامه جنبه واقفه، وفي نص الشارع بتاع الزلط. يا وليه ده ما طفلك؟ قالت طفلي. قلت له طيب ما تنهري؟ قال لي ده ما بنهره. ماله ما بنهره؟ ده قال ده ود الشيوخ، ده ود الشيوخ. ياتي شيوخ، في شيوخ بيجاي في بحري في منطقة على الكدر، بيقول لهم شنو؟ اللي زي رقاب. قال ده اللي زي رقاب ده ما بينهره، يلعب في صار على الزلط ده، وزول يطقوا ما في. عداك له الله ولا عداك له الشيخ اللي زي رقاب؟ قال ادوني له شيخ اللي زي رقاب. اعتقاد تام. سبحان الله. شوفوا الشغلة دي. يعني ده شنو؟ دي مسألة يعني احنا بنعملها وبنديك له، وانت بتقول خلاص الشيوخ ادوني. زنين المرأة بكل صراحة. ده شغل والله، ده شغلنا زمان شغالين الشغل ده 17 سنة، وزول جايب لنا خبر في الحتة دي ما في. والله الذي لا إله إلا هو. نخش في موضوعنا اللي هو موضوع العين. ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من العين، وأثبت العين. وربنا سبحانه وتعالى ذكر حتى في القرآن: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دي آية بتثبت العين. فرجع البصر إلى آخر الآيات دي. طيب في الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له: كلكم معيانون إلا من بورك.
يعني كلكم معيانون إلا من بورك، يعني من قال تبارك الله. كلنا بنصيب بالعين، يعني العين ما مشخصة بشخص معين، كلنا بنصيب بالعين، لكن فرقك انت مع الشخص الآخر التفاعل النفسي. يعني انت نفسك بتتفاعل بطيء، ما بتحاضر الإنسان اللي عينته في اللحظة، يمكن تصيبه بعد شهر، بعد أسبوع، بعد 5 يوم، 6 يوم، بعد ساعات. فرقك بين الآخر المعروف فلان ده عاين أنه فلان ده نفسه بتتفاعل بسرعة وبيلحقك بالعين في نفس اللحظة. ده فرقك بيناتهم. انت ما دعيت ببركة وهو ما دعا ببركة، انت بتصيب بالعين وهو بيصيب بالعين، لكن في المشهد الحاصل قدامك بتشوف أنه فلان ده علق وانت علقت، أو فلان ده علق وانت ما علقت. هو طوال أصابك بالعين، أصاب الشخص ده بالعين، وبيعتبروا أنه الإنسان ده تعيس وإنسان ما فيه خير وإنسان شرير وده عاين وده حسابات الناس. يبقى الكلام ده خطأ. ليه؟ لأنه الصالح ممكن يعين الصالح، والعين ما على كيف الإنسان العائن أبدا، ما على كيفك. يعني أنت ممكن تصيب نفسك وممكن تصيب زوجتك وممكن تصيب طفلك وممكن تصيب الآخرين بالعين، بشرط أنك تدعو بالبركة. إذا كان دعيت بالبركة يمكن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عينك من الآخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. الحديث الأخير ده: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. الحديث ده عنده جوانب كثيرة مفروض نفهمها. أولا، كونك بيصيب بالعين، نعم صالح ولا ما صالح بيصيب بالعين إلا أن تدعو بالبركة، ده واحد. الثانية، الحديث ده فيه جانب آخر مهم جدا، لأنه في مسألة دارين نحكيها للناس وتشوفها تنتبه لها كويس، والشيء ده مطلوب منك أنت. الجانب المهم في الحديث ده: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. ده أمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع كويس، عشان لو جيت لبيت بتاع ناس وأصبت طفل ولا أصبت أي شيء بالعين وطلبوا منك الغسل، لازم تجي تغتسل للناس ديل عشان يعالجوا به الشخص اللي عنده ده، وتكون نفسك طيبة بدون أي حسابات، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوعك تبقى زي الشيطان يقول لك: يا أخي أنت جيتنا في اليوم الفلاني والله أعلم، لكن ربما أنت عنت لنا الشخص الفلاني ولا عنت الشيء الفلاني ده، فتعال اغتسل لنا، ترفض. ده بقيت شيطان، لأنك تفاعلت مع الأمر ولم تتفاعل مع الآمر. إبليس عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم ما نظر للآمر، نظر للأمر وتفاعل مع الأمر فعصي الآمر وهو الله سبحانه وتعالى فطرد من رحمة الله. الآن هنا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما اغتسلت أنت عاصي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون نيتك سليمة جدا، يعني طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تغتسل للشخص ده عشان يصب فيه الغسل وربنا يديه العافية إن شاء الله. يبقى نحن إن شاء الله في حوجة عشان نعرف الاغتسال. الاغتسال ده أسرع شيء للعين، أسرع شيء بيتعالج العين الاغتسال، ده أسرع من حتى القراءة ذاتها. يعني العملية بتاعت الاغتسال يوم تعملها 5 دقائق إن شاء الله. لو أنت العائن أقل من 5 دقائق الشخص ده لو مرضه ده 20 سنة من قبل 20 سنة أنت اللي عنده وجيت اغتسلت الآن بنفس المواصفات دي إن شاء الله وصب فيه يبرأ. إذا كان مرض يعني ما تجسد، يعني شنو؟ إذا كان أنت أصبت بالعين والعين ما تجسدت لعاهة، مثلا العاهة زي شنو؟ أنت أصبت بالعين وقام ماشي في الشارع طقته عربية اتكسرت رجله ولا يده، ودوه للمستشفى، أنت أصبت بالعين ودوه للمستشفى بوترت اليد أو الرجل، هل بعد 5 يوم ولا 20 سنة لو جيت قرأت له يعني العيد دي المبتولة دي بتجي راجعة؟ لا. انقدت عينه بتجي العين دي تاني بتجي راكبة من السماء؟ لا. لكن إذا كان أنت أصبت بالعين ومريض مرض ما أتلف عضو وبتروه
بيشفى بإذن الله تعالى. أي مرض، في مرض متحول، يعني الليلة تمشي المستشفى تفحص وجع بطن، مع ماسكك وجع بطن أو مريض، بطنك نظيفة، مخك نظيف، دمك نظيف، أي شيء صح ما عندك أي شيء، وأنت مريض بتعاني، ولا الليلة بملاريا بكرة تحولت لتايفويد، وبعد بكرة تحولت لبايل، بعد بكرة تحول لمشكلة ثانية، بعد شوية كلوة من هنا، وبعد شوية بتاع من هنا، يعني شيء غريب جدا. فدي دائما بتكون فيها العين. طيب العين دارين نعرف غسل العين عشان نغتسل، حتى لو ما للآخرين لينا في البيت. مثلا عندنا طفل صغير، ودائما الأطفال ديل بريئين وحلوين، فيمكن تصيبوا أمه بالعين أو تصيبوا أنت أبوه. يمكن هو طفل صغير قام يضحك ولا قام يتكلم ولا قال يا بابا ولا قال له كلمة كده، طوال وقمتوا ضحكتوا وشوفوا الولد ده، ولا وليد كده صغير فصيح شوية وقمتوا علقتوا ما دعيتوا له بالبركة، أصبتوا بالعين. أنتوا ناس البيت ديل أصبتوا بالعين، بتفتكروا أنه للناس الضيوف اللي بيجوا جداد وغيرهم جايز يعني، لكن أكثر ناس بيصيبوا الطفل ده بالعين وبأثروا فيه أبوه وأمه، لأنه أكثر ناس بينشرح صدرهم، ومع الانشراح بينسوا أشياء كثيرة، ما بيدعوا للطفل ده بالبركة ثم يعلقوا. أول ما لفظت تدعو له بالبركة تبارك الله ما شاء الله، بعدك علق. لكن لو نسيت الكلام ده وعلقتها قد تصيبه بالعين، قد تصيبه الآن وقد تصيبه بعد يومين أو 3 أو 4 على حسب تفاعل النفس بتاعتك. نحن دارين نعرف غسل العين، دارين نعرف كيف نغتسل للعين حتى يصب للمريض ويبرأ بإذن الله تعالى. طيب أولا غسل العين كالآتي: يأتي يجيبوا لك جردل صغير فيه مويه باردة، جردل كورة بتاع، ما يضعه في الطرابيزة، يكون في زول ماسكه، زي ده. لو فتر ما ينزله في الكورة في الأرض ولا في الطرابيزة ويمسك واحد تاني، لا يدي له واحد تاني يمسكه. طيب يمسك المعونة اللي فيه المويه دي تكفي للصبة، يعني بعد ما يعمل فيه العملية اللي يصبها فيه، يعني مويه بسيطة ما كثيرة خالص. يكون ده شخص ماسك المعون كده واقف، يجي العائن مثلا أنا مطلوب مني الغسل، كيف أجي أغتسل؟ وهل في ذكر معين أنا أقوله؟ ما في ذكر، ما وارد في غسل العين أي ذكر. العدد واحدة موجودة. طيب أول شيء تعمله تجي تدخل يدك اليمين وتكب مويه في خشمك. شوف أول حاجة تكب المويه في الخشم، تتمضمض، دي اسمها المضمضة، تتمضمض يمين وشمال، تحرك يمين وشمال، ثم تمج. المج يختلف من المضمضة. لما تكب المويه في خشمك وتعمل كده ده إنسان بيتمضمض، لكن البمج بيعمل كده، بصم خشمه وبحرك المويه يمين وشمال، تتمضمض وتمج وتف في المويه دي. بعد ما تمضمضتها ومجيتها تبزخ في المويه دي أول غسلة. تاني غسلة برضو يدك اليمين تقوم تغسل وشك غسلة واحدة كلها وتحطه في الماعون ده. المرة الثالثة بتدخل يدك الشمال، دخل الشمال دي بتغرف مويه، بتغسل شنو؟ تغسل المفصل ده بتاع يدك اليمين لغاية المفصل ده بس، بتحطه هنا. المرة اللي بعدها بتدخل يدك اليمين شيل مويه، بتغسل كفك الشمال دي بتغسلها بتحطها هنا. اللي بعدها يدك الشمال تغرف مويه، بتغسل المفصل ده بتغسله تمسحه كده وبتحطه هنا. اللي بعدها اليمين للشمال نفس المفصل بتحطه هنا. اللي بعدها الشمال للرجل، الرجل المحله دي هنا، الرجل ده الحته دي لغايه المفصل ده بس تمسحه زي ده تحطها. اللي بعدها اليمين للرجل برضه نفس المحله دي تمسحها كويس وتحطها. اللي بعدها الشمال لليمين، يعني تدخل يدك وللركبه بجوا للملابس دي، لأن دي عورة ما تكشفها، تدخل يدك بجوا الركبه دي كلها تمسحها تحطها. اللي بعدها اليمين للشمال بنفس الطريقه. واخر الغسل يدك الشمال تدخل يدك بجوا لعدتك دي، بضاعتك دي كلها تمسها بورا وقدام وبتاع،
وتقوم تحتها في المويه دي والشخص ده ماسكها. تجيب الزول المريض ترقده في الفراش، فراش شوال المهم ترقده ويفشده على الارض، ترقده على بطنه كده، وتشيل المويه دي تكشح له في ظهره هنا في راسه فوق هنا، وتشيل المعون ذاته تكفيه فيه. اقل من 5 دقائق اي مرض بالعين ربنا بيشفيه. ده اسرع طريقه للعين. واضحه؟ واضحه؟ دي طريقه غسل العين. نعم نعم لا تكفيه في راسه هنا، لا مش تكب له في ظهره، تكب له في راسه من الخلف. ايوه حته الذاكره دي تكب المويه دي هنا في مؤخره راسه، هو منكفي كده، تكب المويه دي هنا وتكفي المعون ده ذاته من فوق له كده بس. اقل من 5 دقائق ترفع المعون ده فيطيب باذن الله تعالى اي عين باذن الله تعالى. نعم لا الملابس ما بتكفي عن تجربة، الملابس لا تكفي. يعني لو جبت العائن غسلت ملابسه الداخلية أيوة أي نعم الله أعلم. لكن دي الطريقة اللي اغتسل بها عامر ابن ربيعة لسهل ابن حنيف عندما أعانه في منطقة المدينة المنورة في وادي من وديانها اسمه الخرارة. عندما أصابه كان قلع جبة كانت يلبسها، مش جبة زي حقتنا دي، زي حقتهم الزمان كان لابسينها دي، قلع وقاعد يستحمى في الوادي ده. فكان عامر كان واقف فعلق بدل يدعو له بالبركة علق تعليق، وأصاب يعني سهل ده ربنا أصابه بالعين بتاعت عامر، ومن محله ده ما قدر يرجع، وقع يعني مرض وشالوه ودوه البيت. فالخبر انتقل للرسول صلى الله عليه وسلم فدعاه وعاتبه وقال له على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركته، يعني ليه الواحد فيكم بدور أخوه لغاية حصل مثلا ليه ما دعيت له بالبركة اغتسل. فاغتسل، ودي الكيفية اللي اغتسل بها عامر ابن ربيعة لسهل ابن حنيف إن شاء الله. بارك الله فيكم. فدي الطريقة بتاعت غسل العين إن شاء الله. الطريقة الثانية هي الرقية الشرعية. طريقة لو ما تعرف العائن هل العين لا ما في لها علاج؟ نعم في لها علاج، وهي الرقية الشرعية، وتكرر له الآيات بتاعت العين خاصة اللي ذكرناها قبل شوية، وهي كاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم إلى آخر الآيات وغيرها من الآيات. أو الرقية الشرعية وتكرر له في موية وتدوه يشرب، وتكرر له في موية ويغتسل بها عدة مرات إن شاء الله. فإذا كان ربنا شفاه بإذن الله يشفى بإذن الله تعالى. إن شاء الله نقف لهذا الحد لأنه تقولي في الطريق أن عندي ضيوف جاييني من برا ووصلوا البيت، فبس ما حبيت أنا أفوت المحاضرة إن شاء الله. فإذا كان في سؤالين إن شاء الله نجاوب عليهم ونجي نواصل الحلقات الثانية. تفضل. أيوة نعم سؤال وجيه. قال في عين بتاع الجن. أيوة في عين بتاع الجن، وأكثر العين بتاعت الجن يصاب بها الإنسان في الحمام، مش الإطبخان، الحمام اللي بتستحموا فيه ده. يعني من الغلط بمكان أنك تخش في الحمام ده وتنسى الذكر. ثانيا حتى لو ذكرت ما تخش الحمام ده وتتعرى أمك ولدتك وتستحمى. طبعا ما أظن فيكم زول ما بيتعرى، كلكم بتتعروا صح؟ كلكم بتتعروا، ما جايبين خبر ساكت. الحتة دي خطيرة جدا جدا، لأنه أنت لو قلت بسم الله يمكن بسم الله اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والخبائث بتطرد الجن، أو الجن ما بتشوفوه أنت في داخل الإدبخانة. يوم تجي تقول الكلام ده في جن في الإدبخانة دي، الجن ده ما بشوفك على الإطلاق، بيعمل منك نهاية، ما بشوفك عشان يضرك ولا بتاع. لكن لو غفلت ما جبت الذكر ده في جنون بيشوفوك، ويمكن يشوفوك في بضاعتك دي وتروح فيها شمار في مرقة زي ما قالوا. فعمل حسابك يبقى تعمل شنو؟ تعمل لك نكسي صغير بتاع الملابس البترولية دي، لأنه ما بيمسك المويه كثير. تعمل لك نكسين 3 صغار. عندما تيجي تخش الحمام وتنزل السروال الكبير ده تلبس النكس الصغير ده، تلبسه وأقلع ملابسك دي، استحمى واغسل نفسك تماما، واغسل حتى السروال ده ذاته الصغير ده معك، خلوه صغير عشان ما يحتفظ بالمويه كثير. اغسله ودخل بيدك بجوا، اغسل اي حاجه انت داير تغسلها. بعد ده تقوم انتهيت من الغسل ده او حمام عادي، البس ملابسك الخارجيه
وأمرص التحت ده أمرصه تمام، والشر خليه ينشف، شر خدته جوا هنا، شر برا، شر أي محل، ده خليه خاص للحمام عشان ما تتعرى. اعمل حسابك ما تتعرى في داخل بيت الأدب، وبيت الأدب ده أخطر محل يصاب به الناس بالجنون. فأنت عندك طرف سؤال ثاني؟ طيب علاج الرقية إن شاء الله هي آيات كثيرة، لكن الحلقة الجاية إن شاء الله نجيبها مكتوبة مطبوعة عشان الناس تقدر تنقل منها إن شاء الله. الرقية الشرعية نجيبها مكتوبة عشان الناس تنقل منها بإذن الله تعالى. حافظنا، لكن لو قلنا دارين كلها كثيرة جدا بتاخذ مننا زمن. نجيبها مطبوعة بس ونلصقها هنا إن شاء الله في البوابة هنا، أي زول يجي ينقل منها إن شاء الله. بارك الله فيك. والجن بيصيبك بالعين، الجن بيصيب بالعين بالمناسبة، بيصيبك بالعين، وكثير من آحات الرجال وعقم النساء من عين الجن. والسرطان ده، السرطان الخطير ده عين، سرطان عين. الأورام الخبيثة دي كلها ناتجة عن العين، لأنه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتم تعرفوا النبي ما بكذب. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا. إذن المقابر دي إذا كان جيت لقيت فيها 100 شخص، اتأكد 70-80 شخص ماتوا بالعين، ولا واحد يعرف أنه فلان ده قتلته العين على الأطلاق. ما أسف، عارفين لكم زول كده عيديل إنه أصابته عين قتلته، ما عارفين. لكن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. لا الرقية واحدة، يعني ترقي من عين بشر ولا ترقي من عين جن واحدة، الرقية واحدة اللي هي آيات واحدة، آيات موجودة في القرآن. بارك الله فيك. نعم أيوة التبرعات، الناس ما تنسى التبرعات إن شاء الله. طيب سؤاله قال ما الفرق بين الجن المسلم والجن الكافر والشيطان؟ طيب الفرق بيناتهم أفهم تمام يا أخ. الشيطان ما فيه مسلم إلا واحد، الشياطين كلهم ما بيسلموا إلا شيطان واحد فقط أعرف. لكن الجن اللي هو الصنف الثالث من الجن ده ممكن منه يكون مسلمين أو مسلمون ويهود ونصارى وغير دينيين وشواطين. اعلم أن كل شيطان جن وليس كل جنين شيطان. والجن بينقسموا إلى 3 أقسام: شيطان وده عنده مهمة معينة تضليل الناس عن الحق، ومن الصنف ذاته من كان يعني سليط وبارع في المشاكل ونشط في الفساد والخراب والمشاكل بين الناس والشحناء، اسمه مارد. المارد ده صنف من الشياطين زي ما ذكره الله سبحانه وتعالى: وزينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ده مارد، ده ما بيسلموا، والقبل الشيطان ده ما بيسلم. لكن الصنف الثاني من الجنون ممكن يكون مسلم، اللي هو العفريت، من كان بارعا ماهرا قويا عظيما قادرا، اسمه العفريت، زي ما في سورة النمل: وقال أيوة من الجن لسليمان أنا آتيك به الله يبارك فيه. ده اسمهم العفاريت، ديل المسلمون المسلمون. الطرف السؤال الثاني: هل يجوز أن أتعامل أو نتعامل مع الجن المسلم عشان يعمل لي أشياء معينة؟ لا يجوز، لا يجوز على الإطلاق التعاون مع أي جن أيا كان صنفه. لا بد من تدفع الثمن غالي، ما فيش تعاون في حبا في سواد عيونك على الإطلاق. الشيطان والجنون ما بيخدموك ساكت، لوجه الله تعالى أصلا ما بيخدموك. ولو كان الخدمة بيناتهم بين الإنس والجن جائزة كان أولى بها الصحابة وأولى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ليه ما يستخدموا أمشوا عملوا ليه كده، عملوا ليه كده، عملوا ليه كده؟ لأنه كنتم جنون. أمشوا جيبوا لي خبر قريش، أمشوا جيبوا لي ناس بيتآمروا في شنو، أمشوا يا أخي إحنا يوم نتكاتل معهم اقتلوهم. ما حصل، ما حصل صحابي ولا رسول ولا غيره
اتعامل مع عالم سلفنا الصالح ده كله، ما في انسان يتعامل مع عالم الجن خالص. لو كان الشيء ده شرعي وصح كان هم يتعاملوا به. اذا ممنوع تاني. وما يجيك واحد سلط لسان فكي فلان ولا مولانا فلان ولا الشيخ فلان ولا ابونا فلان ولا خليفه فلان يقول لك انا بتعاون مع جنون مسلمين او بتعامل مع روحانيون او بتعامل مع مسميات بيسموهم. ده دجل ودي حيله وكذب وافتراء. اصلا ما فيش تعاون بين الشيطان والانس لوجه الله تعالى. الانسان اللي بيدعي انه بيتعامل مع شيطان مسلم دفع الثمن هو، لانه الشيطان لا يستطيع اي انسان ان يملكه عشان يخدمك ساكت. هو ما بيخدمك ساكت. وبعدين الشيطان ده ما فوضى زي الناس زي الانس. الشياطين والجنود زعامات، كل ناس تابعين لمله وما بيخدموا على كيفهم الا بتوجيه من من الروحاني ده زعيمه يوجهه بيخدمك، سواء كان عفريت ولا شيطان ولا مارد، عنده زعيم بوجهه، هو على كيفه ما على كيفه. اذا ما بيخدمك الا انت الزعيم ده تدفع له الثمن. بعد بوجه واحد من المسلمين ولا غير مسلم يقول لك اخدم معه. ومسلمين يعني شنو؟ ما زي البني ادمين. انت ما قايل اسلام شنو؟ يعني كم واحد يقول لك انا مسلم وينطق ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول، وبعد شويه بينقطع وبرضه من نفس الطريقه. وكلهم طرق كمان وهابيه وانصار سنه وغيره كله موجود عندهم. نفس الانسان وبيفكر نفس الانسان. يعني ما يغشك يقول لك انا بتعاون مع جن مسلم وما بضر لي زول وبستخدمه في الاعمال الخيريه. الاعمال الخيريه بتخدمه عشان يجيب لك قروش. هو عنده مصنع ما بيجيب لك قروش، بيمشي بيسرق، حرامي سرقه. يجيب لك قروش يعمل لك سحر التخييل. جاب لك قروش اديني 10,000 بديك 100,000. اللي بيسوي الشغله شنو؟ وهذين شياطين مسلمين. اللي بينزل القروش ده منه شياطين وجنون مسلمين. يعني تتعاون مع واحد ويقول لك انا بتعاون وبيجلب لك القروش وبجاب ده كلهم حراميه. وطيب الاسلام ده الاسلام قال لك انت تبقى حرامي؟ ما يغشك. ده كله كلام معسول كان بنغشبوه الناس، غشونا به وغشينا به آلاف الناس. انا بتعامل مع جنون مسلمين وانا بتعامل مع الروحانيين ده كلام فارغ. ما فيش تعاون بين الانس والجن بطريقه سليمه، لانه الجن لا يملكه الانس ابدا. زول واحد اللي هو ملكه مطلقه وغيره لا. حتى النبي صلى الله عليه وكررنا الكلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاه ما مسك واحد، يوم مسك واحد وتذكر دعوه سيدنا سليمان ففكاو. الناس صحابهم خلفه قال له يا رسول الله انا شفناك حبشت كده بتسوي في شنو انت؟ قال له والله جاني الشيطان بشهب من نار وقبضته في رقبته، قال خنقته حتى لسانه ده شعرت البروده بتاعت لسانه، ولولا تذكرت دعوه اخي لربطته هنا لغايه الصباح. شنو؟ شوف يلعبوا بكم الكلام ده انتم عارفينه يعني، بس بنذكركم. اذا ما يغشك واحد بيقول لك انا بتعاون مع جنون مسلمين وما بضر، لا. ولا في واحد يقول لك انا بملك. أنا كنت بتعاون مع 286 جن من عفريت لشيطان لمارد. زمان بقول لك بملكهم، ويمكن عفوا كده تيجي كلمة أقول لك أنا كنت مالك كده، لكن مش مملكة يعني ملك أنا أعمرهم من غير مقابل. مملكتي اليوم بالتعاون فقط، أقدم لهم أولا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى ثم يخدموني. يعني ما يخشك واحد يقول لك انا بتعامل مع جن مسلم وتقتنع وتقوم تتعامل معه، ولا ده اعرف انه كافر واعرف انه مشرك واعرف انه قدم لابليس ولجنود ابليس عفاريت والروحانيين وغيرهم الخدمه الصحيحه اللي بيحبهم. وكلما انسان بيجي يتعاون مع الجماعه دي اتاكد انه بعيد من الله سبحانه وتعالى وقريب من الشيطان. فما فيش تعاون. ولا يخشك يقول لك بتعامل مع جن مسلم. وهل يجوز التعامل مع الجن المسلم مثلا يعطيك اموال؟ ما نفس الكلام اللي قلنا، يعطيك اموال يجيب لك من وين؟ بسرقه، حرامي. بارك الله. شنو هناك؟ شنو هناك شيخ شنو؟ ده الشيخ البرعي ده قال كده؟ انا ما اعرف الكلام ده. الشيخ البرعي ذاته قال له كده يا اخي؟ زول اللي كاتب السؤال ده السؤال قال هناك شيخ ايوه طيب بارك الله. ده افتراء ودجل وكذب. الشيخ ده كذاب
عشان كده أنا بنحذر الناس. نفس السؤال قال هناك شيخ يدعي أنه يتعامل مع جن مسلم ويعالج به الناس ويتعامل معه لمصلحة المسلمين. من نفس الكلام اللي قاله الأخ ده، ويقول لك الجن الخيري، هو جن خيري جن مسلم جن بتاع المسميات قلت لك بيسموها الناس، ده ما فيش كلام بالشكل ده خالص، ما فيش كلام بالشكل ده. بعدين الرقية دي أنا خيت من رأيي الشخصي، ده مش شرع ولا سنة، لكن من رأيي الشخصي العارف في عالم الجن والشياطين والعرفت من الرقية وفتن الرقية، أي إنسان ما يرقي إلا يتجاوز عمره 45 فما فوق. أعمل حسابك دون 45، أعمل حسابك من عالم الجن والشياطين. دي نصيحة من خلال تجاربي أنا مع عالم الجن والشياطين. أولا الرقية دي فتن، الرقية دي في حد ذاتها فتن. أكبر فتنة للإنسان تضلله الرقية الشرعية، لأنه بمر بك النسوان، ومشكلة النسوان دي إلا من رحم الله، إلا كم ما عندك نخوة بتاعت رجولة. أنا هنا المسألة دي ما جربناها، كنا في الشياطين جربناه، والآن في الحق جربناه، ولقيناه أكبر فتنة للناس الرقية الشرعية، وخاصة الناس اللي بيقولوا أنهم سنيين وناس موحدين. أنا أنصح أنه أي شاب ما يرقي إلا لأسرته، إلا يتجاوز عمره 45، ثم حتى 45 ما يرقي إلا وهو متزوج، وما يرقي إلا في بيته ذاته بتاع الزواج ومرته موجودة. عشان كده شوية بتعمل شر الفتنة بتاعت الرقية. والله الرقية دي فيها فتن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أحيانا تقوم ترقي لمرة وتشوف مناظر ما بتصلح معك، والشيطان للإنسان بالمرصاد، يعني مع خلال التجارب ده يعني والله امرأة يعني قدام ناسا يعني يحل فيها الشيطان تقوم تقعضك قدام ناسا. خلي كونه انت الشيطان. ما كثير من إخواننا الآن كانوا يعني سبحان الله كانوا عجيبين مرات، الآن 180 درجة انتهوا خلاص. كانوا سنيين، كانوا الواحد فيهم إذا كان جلق خطوط زي ده من شدة تشدده بيقول لك الخضة كان في زمن النبي ما في، أنا ما بصلي في الخضة، لا أرجع ورا ولا زحوا من الخضة. ده كان أسلوبه قبل ما يعمل الرقية وقبل ما يرقي. الآن يركب ومعاه مرأة وما زوجته والغناء في عربيته، يغني ويرقص ويلبس السلع في رقبته وطاقيته خضراء. ده الزول القبيلة بينهى الكلام ده. شاب والله الذي لا إله إلا هو فساد ما بعده ظاهر، الباطن لا أمر الله به عليم، لكن ده الظاهر. حتى لو بيرخي زي ده جوك الصلاة بفوت الصلاة لغاية ما ينتهي من الرقية حتى لا بعدك يصلي. دي من الفتنة، وده كان متشدد بطريقة ما عادية. الآن موجود عندنا هناك في بحري، وكثير من الإخوان اللي بدوا فتحوا باب الرقية دي والله إلا من رحم الله. باب الرقية دي بالمناسبة باب شر، لأنه بيجيب لك عالم النساء، وأكثر ناس متأثرين بالمرض الجنون والشواطين النساء، وهم على يترددوا لك يجيك واحد يسوق لك واحد لا قريبته ولا بتاعه فالمسألة دي دايرة ناس كبار شوية عاقلين ومتزوجين وإلى آخره. كويس دقيقة. وزي ما تكلمنا قبل شوية أنه ما يغشك أي إنسان. قلت لك ده غش، أسألني أنا من الشغل ده، قال أسأل مجرب ولا تسأل طبيب. ما فيش تعاون بين الشياطين والجن في أي مصلحة بيناتهم. وبعدين باب الرقية فاتح موضوع ثاني. أنا كنت برقي لامرأة بنت معها زوجها، فرقيت لها واستحضر الجن. ده مثال للزول ده. استحضر الجن بيتكلم معي، وبعدين شوف أنا ما بحب أنه يتكلم مع الشيطان لأنه بعرفه بيعمل فتن. من زمان كنا شغالين معه عارفين فتنه، الآن عارفينه أكتر. إذا كان يتكلم معي بحاول بقول له اخرج يا عدو الله بإذن الله، اخرج بإذن الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بكترها معه، لو كترتها بكون هو بيرتاح، لأن كلامك ما بيأذيه، بتأذيه الرقية، ويفتح لك باب بتاع كلام عشان يقول لك الشغله دي هناك وكذا 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 وكذا، وانت تخلي القرايه وبعده هو بياخذ زي الانسان الخانقه، خنقته تمام قطعت روحه دي خنقته، بعد شويه فكيته ما بياخذ نفس، بعد ممكن يقاومك، وانت يوم تقري له ده خانقه، لكن يوم خليت القرايه فكيته بعد يتراوغ معك عشان ياخذ يرتاح، بعد ما يرتاح عشان تاني يقدر يقاوم معك ويعمل معك خبايثه دي. والشيطان ما بيصدقك على الاطلاق، واي شيطان خش بواسطة سحر، عملوه بواسطة سحر يعني طبوك وعملوا لك سحر، ما بيتكلم بالإنسان الحقيقي. العمل السحر ده على الإطلاق إذا كان الساحر حي
أنا الساحر، جيتني أنت عشان أعمل لزيت واللي عبيد سحر، عملت له سحر وسحرته ومشى انضر الزول ده ومشى ودوه لفلان بيقرأ له القرآن، بيستحضر الجن، استحضر. هل بيقول السحر ده عمله فلان مشى لشيخ حامد عمل له السحر الكذا كذا الجن ده بيتكلم بالكلام ده؟ ما بيتكلم. ليه؟ بيخاف منه، بيخاف مني أنا، لأنه لو نظم هناك قال في زول فلاني مشى لشيخ حامد عمل الكلام ده، الخبر بيجيني، إذا كان الخبر جياني طوالي بستخدم الشفرة بتاعت زعيمه، تعال أنت يا أخي تجيب لي زول يفتني مع الناس ليه؟ حصل شنو؟ زولك ده مشى قرأوا له القرآن حصل كذا 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 كذا، يبقى داك طوالي بيرسل من خلفه بيقطع رقبته طوالي. أنا وديتك عشان تعمل فتنة ولا وديتك تخدم الشيخ ده؟ عشان كده الجن بيراوغك وما بيتكلم الكلام الصحيح، بيعلم الكلام ده من وين؟ بيعمل بيتكلم مع قرينك، بيعرف من قرينك عندك فتنة مع زيت من الناس، مشكلة كانت بيستغل الحتة دي، ينضم ويقول الساحر فلان وسوي كده وسوي كده وسوي كده وسوي كده، وانت فعلا مع فلان ده عندك معه مشكلة، يبقى انت هنا حتجزم تماما انه الزول ده ما دام عنده معه مشكلة عمل الشغلانية دي، ده الجن بيراوغك هنا. الزول ده المرأة دي انا قريت لها القرآن واستحضر الجن ونظم وقلت له اخرج باذن الله لا اله الا الله محمد رسول، ما دار معك كلام. قال لي اصبر لي دار اخرج، قلت له طيب اخرج من بواصل قرايتي. قال لي يا اخي قبل ما اخرج انا دار اسلم. قلت له تسلم؟ قال لي اي. قلت له انطق بالشهاده. قال لي كرر لي عشان ننطق. قلت له قول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نصحته قلت له الاسلام سمح، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الان انت اصبحت مسلم ودي مسلمه، يبقى حرام عليك بكل الجهات تطلع منها. قال لي طيب انا بطلع منها واكراما لك ودخلتني الاسلام وده كلام سمح وبتاع. شوف مراوغته. وقال لي يا اخي ما دام انا دخلت الاسلام وتبت لله سبحانه وتعالى انا دار اتعاون معك. دار تتعاون معي؟ قال لي اي. قلت له طيب تتعاون معي في شنو؟ قال لي شفت الدرج بتاعك ده؟ عندي درج كده الانسان بيكون قاعد خلفه كده في درج. قال لي شفت الدرج بتاعك ده؟ بتلقى اي مريض يجيك دخل يدك في الدرج ده، بعد ما تقرا له دخل يدك في الدرج ده، بتلقى ورقه مطبوعه بتوريك اسم المريض ومرضه ده من شنو وفي تاريخ 200 والايات اللي بتشفيه والاشجار اللي بتعينك في ذلك. قلت له انت متاكد من الكلام ده؟ قال لي متاكد. ليه؟ قال لي لان عندنا اطباء احسن من اطبائكم، لانه في بعض الامراض في اشجار فيها خاصيه بتسرع في العلاج. قلت له انا عارف الكلام ده. قال لي طيب انا دار اتعاون معك. قلت له مقابل شنو؟ قال لي لوجه الله تعالى. متاكد لوجه الله تعالى؟ قال لي وجه الله. ما دار مني اي خدمه؟ قال لي ما دار منك اي خدمه، لا قريب لا بعيد. قال لي ما دار منك اي خدمه لا قريب لا بعيد. كل انسان يجيك هنا اقرا له، انا ان شاء الله بحضر وبجيب دكتور ويخصص الحاله وتلقى الورقه مطبوعه في الدرج ده. قلت له طيب عشان نعرف المساله دي لوجه الله تعالى الان انا ما قدمت لك اي خدمه. قال لي انت الان قدمت لي خدمه اللي قدمتها؟ قال لي دخلتني الاسلام. قلت له كويس. طيب قلت له الان انا اعرف المرض دي مريضه وشنو؟ قال لي دخل يدك في الدرج. فتحت الدرج دخلت يدي لقيت ورقه مطبوعه، قريتها لقيت اسم البيت اللي بنقرا لها دي ذاتها و200 يتزوجوا وراجل ده اسمه فلان وساكنين في الحته الفلانيه ومريضه من الزمن الفلاني وحاصل حاصل 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 من الايات سوره البقره الايه رقم 173 و255 و286 و85 و86 وآل عمران كده 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 الايات ذكر لي كلها مطبوعه جاهزه بالكمبيوتر. طلعتها قريتها، سالت زوجها قلت لها انت اسمك فلان؟ قال لي اي. وهي اسمها فلان؟ قال لي اي. ما انا ما قعدت نسال اسمه وصح المرض دي كذا كذا. قال ايوه صح الكلام ده كله صح. ساكنين في الحته الفلانيه؟ قال لي صح. قلت له كويس. طيب شفت الايات دي حفظتها كويس والورقه مطبوعه وعرفت الاشياء اللي بتعالج من الاعشاب؟ طبقت الورقه دي وخطيتها في جيبي وقلت له يا اخي داير مني الحقيقه؟ قال لي ايه. قلت له انا ما داير اتعاون معك لا في خير لا في شر، اهم شيء انت تطلع من المرض دي وخليني انا مرضاي
أعالجهم، ربنا يشفيهم ما يشفيهم، ما دار منك أي خدمة، لأنه بنعرفه هو نصب لي شرك بعيد جدا وذكاء منه. دي حيلة وخطة بخطتها من هنا عشان أنا أقع في المستقبل في الشرك بتاعه، ودي بتفوت على كثير من الناس. يعني قد يكون إنسان ما عنده خبرة قديمة مع الشياطين ويقول له وجه الله تعالى ويستدرجه بطريقة ملتوية ذكية، لأنه في مثل بيقول لك من كان أكبر منك يوم واحد أعلم منك سنة، فما بالك الشيطان ده أكبر منك ب 300 400 500 ألف سنة، تكون خبرته زي خبرتك؟ لا، ده استدراج. أخيرا يوم قلت له أنا ما داري أتعاون معاك وبس أطلع من المرة دي، قال لي أنت يا الكلب، بنفس الصورة. شفت كيف بيتعامل معي كيف؟ وبعد ده قال لي أنت يا الكلب، أنت يا الكلب. أيوة طيب ليه أنا الكلب يا أخي؟ أنت قبل شوي ما قلت لي أنا بتاع. فيدوب اتأكدت أنه فعلا نصب شرك معين وفشلت خطته، عشان كده شتمني، وإلا ما في لزوم للشتوم والكلام الفارغ اللي هو كان صادق. فدي مدخل من مداخل الشياطين اللي بيغشوا الناس حتى اللي بيرقوا. قد يكون أنا مسلم وأسلمت على يديك وخرجت عشانك كلام سمع كثير جدا وأنا هتعاون معك، وبعد شوية يستدرج يدخلك في متاهات ما أنزل الله بها من سلطان. فنسأل الله العفو والعافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نعم. سبحان الله، ده كلام غريب شوية. انت ما فرقت بين انا قلت الرقية والاخضر ده شنو؟ الخضرة دي شنو؟ اي نعم. ايوه ده الكلام ده انا ما قلت شنو؟ ما قلت لك ده كدين يعني وسنة، لا، قلت لك من رأيي انا الشخصي، من رأيي أنا الشخصي وتجاربي سابقا مع عالم الجن والشياطين، والآن بعد الهداية تعاملي مع عالم الجن والشياطين وخدعتهم للناس وعرفتي لهم وفتنتهم وخاصة للشباب، بننصح من خبرتي. بارك الله فيك. طيب فأنا من تجربتي بنقترح أنه الإنسان دون السن دي خليه يرقي لأسرته في البيت، لكن كونه يعمل له محل عشان يرقي الجاي والماشي والطالع والنازل، المسألة دي فيها خطورتها في الآتي اللي قلت الكلام اللي ذكرته قبل شوية، فتن ما أنزل الله بها من سلطان، وخاصة الإنسان يكون شاب. يعني الجن قادر يعني يفتنه، لكن الإنسان يكون كبير زينا كده وبعد عمرنا ده وغادي، يعني المسائل دي ذاته هو شبع منها وشوية كده بيكون عاقل شوية ومرته جنبه وأولاده جنبه، ما بكون زي الشاب وخاصة الشاب إذا كان بيجي شاب وعازب، فالمسألة دي فيها خطورة. يعني نفهم يعني الموضوع ده ما كان عمره فات 45 سنة. أي. يعني إذا كان جاء ضرر ما شرط خليه مثلا. يعني إذا كان جاء ضرر من الكلام يعني كنت فيها خطورة. لا أنا ما بنفي أنه ما يجوا ضرر، لكن بنقول السن دي يعني سن يعني في الحاجات زي دي أعقل من الشباب. يعني هسه يجوا شاب عمره 17 18 سنة، معي أنا عمري 55 سنة، بكون سوا. فيها فتن. أيوة فيها فتن. ما مفرق بين الرؤية نفسها والتفرق، يعني الآيات الشيخ قال كيف تكتب بين الآيات دي وهي مشكلة ذاتها. أيوة خير إن شاء الله كده أنا نتفاهم معك لأنه في أسئلة هنا كده. بارك الله. أيوة نعم. في سؤال متردد يقول إنه هل عالم الجن تركك بعد ما شفت سرهم؟ عالم الجن زاد بعد ما خليتهم شفت سرهم، هل حاول يؤذوك؟ أيوة قال عالم الجن بعد ما خليتهم واشتغل ضدهم هل مستعدين أن يؤذوني؟ مستعدين للآن وباكر وبعد باكر إلى أن أموت. عداء ما عادي، لكن ماني خايف منهم أبدا، بل هم بخافوا مني. إن شاء الله أنا ما بخاف من عالم الجن والشياطين. بارك الله فيك. الله غريب يا أخوانا، الأسئلة ما حقهم.
هل الجان يضرب صاحبه إذا كذب عليه في شيء يريده؟ ها؟ لا، ما كل جن بيضرب جن، الزعماء هم اللي بيضربوا. بيضربوا. لا، ما هو تابع له، هو زعيمه. لو رسلوا لحته معينه عشان يشتغل فيها ورفض ولا لف ودار، مش بيضربوا، يقتلوا نهائي. عشان كده الجن حريص وأطوع لزعمائهم من الإنس للإنس، لأنه الجن إذا كان عاقب بيعاقب بالموت، ما بعاقب بالسين ولا بتاع ولا كذا. عشان كده بخافوا جدا وطاعتهم عمياء لزعمائهم. بارك الله فيك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا وعمل يرفعنا. استر عوراتنا، احفظ روعاتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعضه معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أورثنا حوض نبينا، أسقنا من حوضه شربة لا نظمع بعدها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.